ايه هو العنصر اللي في ال HTML اللي بيخلي صفحة الويب تنجح جدا؟ لان المستخدم بيفضل يعمل سكرول. طيب ايه هو العنصر ده؟ ان شاء الله هنعرفه في الفيديو ده، وليه بيعمل كده وازاي تعمله، وهل هو الوحيد اللي لو عملته هتبدأ الصفحة او الويب بتاعك ينجح. تعال نشوف ايه الكلام الكبير ده. العنصر يا عزيزي المشاهد هو الصور. بص يا عزيزي المشاهد، خلينا نرجع بالزمن لقبل اختراع الكتابة. هتلاحظ ان الناس عشان يتواصلوا كانوا بيستخدموا رموز وصور علشان يعبروا عن المشاعر او الحاجات اللي جواهم. ابسط مثال القدماء المصريين، هتلاحظ القدماء المصريين كل الجدران بتاعتهم عليها رموز وصور، بس ده كانت طريقة التواصل. عشان كده مع تطور المخ مع ملايين السنين بقت الصور او المعلومات البصريه اللي زي الصور والفيديوهات بتتفهم اسرع من النصوص. وكمان معلومه ليك، انت تعرف ان الالوان اللي موجوده في الصور بتوصل مشاعر واحاسيس، وممكن من مجرد لون بس يخليك تحس بالخوف. ما بالك بقى يا عزيزي المشاهد العناصر اللي موجوده في الصوره والجوده. شايف كل العوامل دي ومش عايزه تتفهم اسرع. طيب ازاي نعمل بقى الصوره؟ هتفتح صفحه جديده، تمام، index.html عادي جدا، وتكتب فيها الكود الاساسي اللي احنا اتعلمناه وشرحناه في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، طبعا لو ما شفتهمش خلص الفيديو ده وارجع لهم لانهم مهمين جدا جدا جدا. تمام، طيب خلينا نكمل. بص انت عشان تعمل صوره فهتكتب ايمج، يعني مفيش ابسط من كده. عشان تعمل صوره تكتب IMG زي ما ظهر قدامك كده على الشاشه. تمام، هتكتبها في الاليمنت البادي ما بين الاوبن تاج والكلوزنج تاج. تمام، تكتب الايمج، هتكتب اتريبيوتس. ايه الاتريبيوتس دي؟ لسه هعمل لك عليها درس خاص بالاتريبيوتس، بس باختصار كده هي حاجات اضافيه زي انبوتس كده اضافيه بتديها للعنصر عشان تكمله وتخليه مكتمل. زي مثلا ما ظهر قدامك كده على الشاشه، هتلاحظ فيه اتريبيوت اسمه SRC. SRC ده بنكتب فيه الامتداد بتاع الصوره. اصل انا هكتب ايمج، طب انهي ايمج بالظبط؟ هتكتب فيه الامتداد بتاع الصوره. طيب لو نفترض يا عزيزي المشاهد حصلت مشكله ايا كانت المشكله، الصوره ما جاتش من السيرفر، الصوره كانت في الامتداد بتاعها بايظ، تمام، المهم اي مشكله هتخلي الصوره ما تظهرش، فالالت اتريبيوت اللي هو ظهر قدامك على الشاشه هو بيخلي اول ما الصوره ما تظهرش يظهر قدامها كلمه كده تشرح ان هنا مثلا في صوره بتعبر عن كذا يعني. تمام، نيجي بقى لو احنا عايزين نخلي الصوره الحجم بتاعها مظبوطه، في تو اتريبيوتس ويدث وهاي، مش ابسط من كده. بس احنا انت هتشتغل بالطريقه دي لحد دلوقتي، تمام، بس احنا اول ما نعمل كورس CSS هتبدا تشتغل بطرق احترافيه اكتر، وهتخلي الصوره تظهر بفلاتر جوده افضل. وان شاء الله بالمناسبه يعني كورس CSS ده هينزل قريب ان شاء الله على القناه، تمام، وهتعمل بقى ستايلات احترافيه ب HTML و CSS يطلعوك موقع خرافي. وصلنا لفقره القوات والقوه بتاع النهارده لفريدريك ريتشاردسون برنارد، وبيقول a picture is worth 1000 words. ببساطه فريدريك بيقول ان الصوره بتساوي 1000 كلمه. ولو عجبك الفيديو يا ريت تحط لايك، ولو ما عجبكش حط ديسلايك، سهله. ويا ريت تسيب لنا كومنت عشان ده بيشجعني جدا ان اكمل. وشير الفيديو مع اللي تعرفه من اصحابك قرايبك، وخليه يشوف الكورس الممتع ازاي نبدا نعمل موقع من الصفر للاحتراف. وبس كده، وسيب لي لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتات عشان اعمل لك عليها فيديو. وسلام.